المجاهدين وكل من لا، كلهم كانوا، أقسم بالله. مرة من المرات أعيد إلى فرع مفرزة الأمن، أنا بينك بالمفرزة دخلوا 3 مشايخ، 3 خنازير دخلوا، حط اجره الأيمن وأنا جالس، قال بسم الله توكلنا على الله. قلت له في قلبي الله يفتح، لو يدي انت على القدس. 3 مشايخ من هنا من هذه المنطقة كانوا يأتونا بالمعلومات، مين بيصلي وراك الصبح، ومين بيبكر أكثر، ومين بيسوي سبعته هيك هذا سلفي، ومين بيتكتب هيك، يسجلون الأسماء ويأتون بها إلى الأمن. أين هم الآن؟ هم بتكبير، مين عم يدعو؟ لمين عم يدعو؟ لمين عم يدعو؟ للحشاشين لبيت أبو حبيب. هون مكانكم يا علماء يا منافقين. ما من ثورة نجحت إلا قادها العلماء، ما من ثورة قاد إلا قادوها العلماء على مدى التاريخ. أعظم الحفاظ وأكثر الحفاظ للقرآن الكريم بعهد رسول الله استشهدوا في المعارك. ماذا تفعلون في تركيا مع بيت أبو حبيب؟ فإذا ما كانوا أعلن للنظام وأجزم أن 90% منهم أني أعلن للنظام. تعالوا أنتم كنتم تحرضون الناس على الجهاد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء الناس منافقون دجالون. أنا أقول وأتحمل المسؤولية، كلما رأيتم شيخا له عمامة بيضاء ملساء اعتقلوه جيبوا لنا عنه. نحن من الخرج على ايدنا يعلم الناس الجهاد ويحرض. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. الشيخ هو ياخذ مكان العالم، مكان الشيخ، مكان العالم، مكان المجاهد. اين هم؟ في تركيا في المخيمات. من تدعون؟ لما تقولون؟ من تحرضون؟ تعالوا يا صحابي الوطن، تعالوا هنا نعلم مثل الصادق من الكاذب. لكن الله سبحانه وتعالى في غزوة تبوك أحد الصحابة قال يا رسول الله أبا ذر ليس معنا، قال إن يريد الله به خيرا يلحقه بنا. هؤلاء لا يريد الله بهم خيرا فأخرجهم خارج الحدود مع الحشاشين ومع بيت أبو حبيب. الله سبحانه هذا المعركة هون هذا شرف لكل إنسان. فالله سبحانه وتعالى شرفنا وأراد لنا أن نكون في أول الخطوط وأراد لنا الخير. أحمد جهاد يا أخواني رحمة الله عليه هذا البطل. أول يوم المعركة كما تعلمون من أيام صاروا 8 أيام الزواج. قلت لأخواني قلت لهم لا تفيقوا، لا تستيقظوه، لا توقظوه، خلوه. فلحق بي. ثاني يوم قلت له روحوا جيبوا القائد من عنده وقالوا له لا يجي. فألحقه الله بنا. لما؟ يريد الله أن يشرفه بهذه الشهادة. أسأل الله أن يجعله في عليين وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين، وأسأل الله أن يثبتنا ويلهمنا رشدنا. يا أخوان ماذا أقول؟
والله لا أستطيع ولا أعلم ما أقول، وإن تلكأت بالكلام فاعذروني. أنا قلت لكم ليس شيخا وليس أنا درس خامس ابتدائي، ولكن لا أنام الليل، لا أنام الليل، والله نام ساعتين، والله نام ساعتين. ومن عن هذا المنبر أناشد كل قادات الألوي وكل قادات الكتائب في سوريا أن يوقفوا القتل أو يوقفوا القتال في المحافظات ويأتوا إلى هنا. هنا المفصل، هنا الجبهة الساحلية هي المفصل. يا قادة الكتائب والألوي أوقفوا القتال في جميع المحافظات وأتوا إلى هنا. بشار الأسد لن يسقط في دير الزور، ولن يسقط في حمص، ولن يسقط في حلب، ولن يسقط في راس العين. هاي ما بعرف شو بيقولوا له. بشار الأسد يسقط في الجبهة الساحلية. نحن الخاسرون إذا لم نشغل أو هذه الجبهات. نحن الخاسرون. الأطفال الذي تقتل في حلب منا، والجيش منا، والجنود منا، وقراهم آمنون. هذا يرفع من معنوياتهم. يأتي واحد محدث طارئ بالاجتماع قال يا أخي في جهاد بدهم ضمان ما يصير قتل وما يصير ضرب وما يصير إبادي. طيب يا أخي بادونا، حقوق الإنسان ما له شغل هوني. عم ياخذوا ضمانات، نحن نباع ونشترى. عم نباع الجبهة الساحلية، عم تنباعوا في شرف واني. أشرف واحد في المعارضة برا عم يعطي ضمانات إنه الطائفي إنه ما تنباع. نحن ما عليه شيء ذنبنا، نحن ما عليه شيء ذنبنا، بس هني لا، إلهم حقوقه. نحن حيوانات وهني حقوق إنسان، حقوق الإنسان إلهم. هذه خطة أمريكية، إسرائيلية، إيرانية، مجوسية، وكل واحد بيقول الحرب ليست بطائفية، بيكون وهمان وبيكون متعامل مع نظام، مع أمريكا ومع إسرائيل. كل واحد بيقول الطائفي بيكون متعامل مع هؤلاء الثلاثة، إيران وأمريكا وإسرائيل. يرسمون الخطوط والحدود، الهدف والقتل كله علينا. لكن هني بدهم ضمان الطائفة، من المجلس العسكري للقيادة المشتركة لهدول اللي عم يتقاتلوا على الكراسي. والله لو شفتوا شو صار بأنطاليا، والله لا تبطل الجهاد. لكن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الفتنة اللي عم يتقاتلوا عليها على الكراسي وعلى المناصب. وين الكراسي؟ لك وين الكراسي؟ لسه بشار الأسد. أين الكراسي؟ على إيش عم تتقاتلوا؟ لكن هني بيعرفوا، لأنه هني ما يحن يجوا يقاتلوا ولا يحن يجاهدوا. هذا شيء ما بيعنيه. نعم يتقاتلون بالخارج في تركيا وخارج تركيا على المناصب، مين بده يستلم المرفأ ومين بده يستلم وزير الدفاع ومين. على مدى التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقود المعارك، وكان يكون في يوم حنين ويوم بدر. وأين أنتم يا علماء يا منافقين؟ والله العظيم البوطي أشرف منكم، لأنه حتى الموت أصلا هني كلياتهم هذول تلاميذ البوطي. حزب البعث هو اللي خرجهم، هذول علماء بشار الأسد. بقى إذا نجحت الثورة وإن شاء الله ناجحة بإذن الله، شو بده يقولوا؟ والله يا أخي انهزمنا من الطيارات والإبراميل، برملكم الله، وسمح لا سمح الله إن عاد النظام ولن يعود بإذن الله. والله يا أخي انهزمنا من الإرهابيين مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 90% من المشايخ سوريا منافقين دجالين. شم لنا الريحة للجمرة، خذ لك أخيولة الدمبتية وخذ لك أخيولة ليتما ومن أحمسها البرغوث ما نحسين يطلع عليها، يستحلطوا بالوقاع.
وريحة مسك وريحة عطر. أخير يا أخي هذا شيخ، أنت إيش قاعد تتكلم بالشيخ؟ هذا شيخ يا أخي، لا يجوز. قال لك لا يجوز، خلاص. أين أنتم؟ وين هني؟ كم شيخ في جبل الكرام؟